يجيك الصاروخ. انطقها. شوف اخواني، في كتبهم يطبعونه وينشرونه، والآن هو قال خلص انتهى الحديث، وأنا أوقفته لأن قال، والآن يهرب من الإلزام. يا أهل السنة، والله هذه الكتب عار على المنهج السني، أن عليا هو الكاذب، هو الغادر، هو الخائن. هكذا عندهم، هكذا ينظرون إلى علي. يا أهل السنة انتفضوا، هذه الكتب هي دسيسة على أمة محمد. اسمع، أعطيني الدليل أن عليا لم يعلم. الدليل أنه ذهب إلى أبي بكر يضربه الميراث. زين، ليش عمر بن الخطاب في نفس الحديث يقولون تعلمان أن معاشر الأنبياء لا يورثون؟ في نفس الحديث أخبره عن زمن أبو بكر. إيه ليش إذا هم ما يعلمان ليش قالا نعم؟ بابا أناشدكم الله، شوف يقولهم هذا شوف، فرأيتماه كاذبا، اسمع، قال فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خانا، والله يعلم أنه تابع للحق. هم ماذا قال؟ ثم توفي أبو بكر ووليت فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. الآن هم يعلمان أنه كاذب ولا ما يعلمان؟ لا، هذا شوف، هذا يقول انشدكم بالله الذي به تقوم السماوات والارض، اتعلمون ان رسول الله قال ما تركنا نورث ما تركنا صدقه؟ قالا نعم، يعني يعلمان. نعم، طيب خلاص علموا في زمن ابي بكر وانتهى الموضوع. اي ليش علموا وذهبوا لابي بكر؟ لا، ذهبوا لعمر عشان. طيب ليش ذهبوا لعمر؟ همج وياك، ليش ذهبوا لعمر؟ يا وعد خلاص. ليش ذهبوا لعمر؟ ليش ذهبوا لعمر؟ الآن علموا في زمن أبي بكر، ليش ذهبوا لعمر؟ اقرأ بداية الحديث، اللي هو شو قل لي شو أنا أقرأ لك إيش هي بداية الحديث؟ لا، اقرأ ببداية الحديث. يلا أنا أقرأ بداية الحديث. لحظة، هذه بداية الحديث. بداية الحديث فأذن لهما. تريد أقرأ لك السند؟ لا، اقرأ من البداية. اي هاي من البداية. فأذن لهما، شوف، فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر. خلاص انتهى الحديث كذا، وقف خلاص. هذا سبب مجيئهم إلى عمر. شنو وقف على شنو؟ شنو الموضوع؟ ايوه، يقضي بينهم. يقضي بينهم على من الكاذب؟ هذا بداية الحديث. ذهبوا إلى عمر ليقضي بينهم عمر رضي الله عنه. أي مين الكاذب الآثم الغادر؟ مين؟ العباس يقولها لعلي رضي الله عنه. أي من الكاذب الآن؟ من الكاذب؟ قول اسمه، من الكاذب الآثم الغادر؟ من؟ شوف يا وعد، معليش انت من الكاذب؟ انطقها طلعوا اللي بكتبكم وبصدركم. من الكاذب؟ من الكاذب؟ لا تخاف، هذا ذا كتبكم تشعرون بالعار من كتبكم. انطقها، من الكاذب؟ بابا من الكاذب الآن؟ اسمع، أنا ألزمك بهذا الكتاب. من هو الكاذب الآثم الغادر؟ من هو؟ أنا جاوبتك، أنت لا تبغى تخرج من الموضوع. من؟ لا أنت تقول خلاص. أنا اللي قلت خلاص ولا أنت قلت انتهى الحديث؟ أنت اللي قلت، فأنا اللي ألبسك إياها. من الكاذب الآثم الغادر؟ من الكاذب الآثم؟ والله ما أعتقك من هذا الأمر. من الكاذب الآثم الغادر؟ من؟ هذا سؤال ثاني الحين. من؟ أنت قلت خلاص انتهى الحديث، فلماذا قلت انتهى الحديث؟ لأنك خرج ما في بطنك. شوفوا إخواني أيها المشاهدون الكرام، الآن هو هذا الأخ الكريم لماذا قال خلاص انتهى الحديث؟ ليش؟ لأن أراح قلبه، لأن ظهر عندهم أن عليا كاذب آثم غادر. مو أقول لكم والله في صدق الزهراء لما وقفت قالت نبتت فيكم حسيكة النفاق. هو قال لي اقرأ. لما وصلت أن عليا كاذب آثم غادر قال خلاص انتهى، ارتاح،
الآن يعيش بسعادة، يعيش بسعادة. الآن السؤال: من هو الكاذب الآثم الغادر؟ لماذا خرجت بهذا السؤال؟ لأن أنت قلت خلص انتهى الحديث، لأن أنت قلت خلص انتهى الحديث. لأن بابا عيب عليكم اللي يقول كلمة يلتزم بها. أنت قلت خلص انتهى الحديث، ليش لما قلت أن عليا قل من هو الكاذب الآثم الغادر؟ قولها. لا هذا سؤال خارج الموضوع. طيب ليش تشعر بالعار؟ هذا كتابك عار؟ قولها. ما أشعر بالعار. طيب الآن قولها من هو الكاذب الآثم. إذا ما تشعر بالعار والله راح ألبسك يا بس انطقها وشوف شلون يجيك الصاروخ. انطقها. شوف إخواني، في كتبهم يطبعونه وينشرونه، والآن هو قال خلص انتهى الحديث وأنا أوقفته لأن قال، والآن يهرب من الإلزام. يا أهل السنة، والله هذه الكتب عار على المنهج السني، أن عليا هو الكاذب، هو الغادر، هو الخائن. هكذا عندهم، هكذا ينظرون إلى علي. يا أهل السنة انتفضوا، هذه الكتب هي دسيسة على أمة محمد، هذه تنشر البغضاء، تنشر نصب العداء لأئمة أهل البيت، وأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن أعيد وأكرر: من هو الكاذب الآثم الغادر؟ لماذا؟ لأنه إذا أجاب فسألزمه بجوابه. انطقها من الكاذب الآثم الغادر. والله ما أتركك، ورب الكعبة ما أتركك أبدا. ليش السؤال هذا تجيبه في موضوع؟ لأنك قلت اسمع أخونا اسمع، لأنني لا أنت قلت اقرأ الحديث. خلاص أجاوبك. أنت أبدا إذا ما تجاوب من هو ما إذا ما تجاوب على كتابك وتقول أنا أفخر بكتابك، أبدا ما تعطى فرصة إلا أن تفخر بكتابك أو ترميه في الزبالة. قل إنه صحيح مسلم في الزبالة. التزم بما التزم. هل أنت لماذا قلت لي أنا ما أريد فهمي، ما أريد بابا، أنا ما أريد فهمي. أسألك أنا فقط أسألك من هو الكاذب الآثم الغادر اللي أنا قرأته؟ شو اسمه؟ ما له دخل بالحوار. طيب ليش قلت لي اقرأ من البداية؟ لماذا قلت لي اقرأ من البداية؟ شوف اخواني شوفوا، قال لي اقرأ من البداية، فلما دمغته في البداية شكرا لكم، لما دمغته في البداية أنا أعرف من أين يؤكل الكتف. قال لي اقرأ من البداية، فلما قرأت أن العباس قال اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم، قال خلاص انتهى الحديث. ليش؟ لأنهم إذا ذكر علي وإلى جانب علي أنه غادر خائن كاذب ترتاح نفوسهم، ولذلك قال خلاص انتهيت اكتفيت. الآن لبسته، هو اللي قال كفى اسكت، لبسته قلت له من الكاذب، هرب من الموضوع. ولذلك أنا أقول والله هذه الكتب دسيسة على أمة محمد. الآن تخيلوا لو أنني عقدت حلقة فقط في هذا السؤال: من هو الكاذب الآثم الغادر؟ بمعنى كاذب لا نأخذ منه دين، غادر لا نأخذ منه سنة، خائن لله وللرسول. يعني الله تبارك وتعالى قال أطيعوا الله. شوفوا يقولون علي بن أبي طالب هو الولي، إذن الله ماذا قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والكاذب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الخائن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الخائن الغادر. إذن هدم لمنهج رب العالمين وعدل رب العالمين، لذلك يهربون من الموضوع. هو يستحي من كتبه، لذلك هذا البرنامج يفضحكم ورب الكعبة. سأبقى
أضرب بكم ضرب غلام هاشمي علوي، طبعا بالانتماء مو بالنسب. إن شاء الله في هذا البرنامج سأبقى أضرب بكم من القرآن ومن البخاري ومسلم، وانتظروا ما سيأتي المزيد إن شاء الله. طيب.